دلوقتي يا جماعه الدوري المصري بقى فيه موزع هدايا جديد لاول مره تحصل في التاريخ. نادي الزمالك، كل الشكر والتقدير لموزع هدايا الدوري المصري الجديد نادي الزمالك. بيدخل التاريخ بعد هديته للنادي الاهلي بفوز الاهلي بالدوري بنسبه 95% بعد التعادل مع بيراميدز المنافس الحقيقي للاهلي هذا الموسم. والاسبوع الثاني على التوالي نادي الزمالك بيعطي هديه لنادي المقاولون العرب. الزمالك لو كان كسب المقاولين كان رسميا المقاولين يهبط الثانيه للمره الثالثه في تاريخه. فالزمالك اصبح الان هو المعطي الاول للهدايا في الكره المصريه. خلاص يا باشا، انا هشارك في الكونفدراليه، كسبت ماتشاتي كلها، مش هبقى مركز ثاني ولا اول ولا ثالث ولا الكلام ده. خلاص انا في المربع الذهبي، خلاص 5 دوري. خلاص يا باشا، انا مش عايز ايه بقى؟ ادي بقى هدايا بقى، ادي هدايا لكل الناس. فاخواتنا الزملكاويه اللي بتتفرج على ماتشات الزمالك بكل حرقه، اقول لحضرتك ما تحرقش دمك ولا حاجه. انا ما بس القصه اللي انا مستغربها ان انت بالاداء اللي انت عملته مع بيراميدز الكبير ده، لو كنت عملت نصه مع المقاولين العرب كان زمان حضرتك يعني غلبت المقاولين دي 17 18 0 وانت مستريح. يعني فرقه ما كسبتش في الماتشات غير 3 مرات بس، لكن هي ارزاق، هي هديه. فاخواتنا بقى المقاولين العرب يقبلوا الهديه، واخواتنا الاهلاويه بقى يقبلوا الهديه ويدونا السوبر الافريقي بعد اذن عليكم. بس كده.